بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكلمكم عن حاجه كويسه قوي، حاجه مهمه قوي، وهي ازاي انا دلوقتي واحد عايز اعمل مشروع حمام. يعني انا دلوقتي لسه عايز مثلا ابدا اعمل مشروع الحمام. طيب مشروع الحمام في كذا حاجه كده لازم اعملها عشان ان شاء الله يبقى مشروع ناجح ومشروع كويس. ايه الحاجه ديت؟ الحاجه ديت اولا رقم واحد ان انا يكون عندي مكان، مخصص للحمام، سواء مثلا عشه او اوضه، مكان يكون كويس، يعني مكان يكون كويس للحمام ان انا هستخدم فيه حاجتي واحط فيه الحاجات اللي هي الحمام بيحتاجها. طب الحمام بيحتاج ايه؟ اولا الحمام بيحتاج عشش عشان يعمل فيها العش بتاعه ويبيض فيها، زي مثلا لو هحط في اقفاص مثلا، اقفاص من اللي هي اقفاص الفك. طب انا راجل دلوقتي لسه ما اعرفش حاجه عن الحمام، بشوف ناس كتير قوي مثلا معلوماته ضعيفه عن الحمام، اول مره يربي يروح يجيب حمام غالي، حمام بفلوس غاليه، ويبدا يحط الحمام وهو ما يعرفش في امراض الحمام وما يعرفش حاجه فيها. يبص بعد شهر اتنين تبص تلاقي زي الظروف باظت معاه ويصفى الحمام وخسر، ويقول لك مشروع، يقعد يشتم ويلعن في الحمام، والحمام بيخسر والحمام بيبقى. انت حضرتك البدايه بتاعتك كانت غلط. يعني مثلا وليكن زي الطياره كده، الطياره اول ما بتطير من المطار بتمشي شويه الاول وبعد كده بتطير، ما بتطيرش مره واحده. انت حضرتك لما بتربي الحمام الغالي والحمام الانواع بدون معلومات، وانت حاليا بتبقى عامل زي الطياره اللي طارت مره واحده كده بدون ما جرت شويه وخدت سرعتها بالتدريج. طيب مفيش مشكله، دلوقتي انا مثلا عايز اربي حمام. لما انا عايز اربي حمام يا جماعه، انا بنصح اخواتي ان انت تبدا بثلاث تجواز. ثلاث تجواز يعني ثلاث ذكوره وثلاث نتايات. الثلاث تجواز دول بيبقوا زغاليل، يا تجيب زغاليل لسه بتلقط يا تجيب شباب عليها ريشه او اتنين. قلنا كذا مره ما تروحش تجيب حمام عجوز، لان الحمام العجوز مشاكله كتير وبيبقى صاحبه حالبه شغل، وفي نفس الوقت انت حضرتك بتيجي تلاقي نفسك انت الخسران في الليله دي. طب انا دلوقتي هجيب الثلاث تجواز وهبدا اجهز لهم المكان واسيب لهم العشش. زغاليل هصبر عليها من 5 شهور ل6 شهور على ما ربنا يكرم وتبدا الزغاليل تشتغل. لو شباب بتبقى عمر شهرين مثلا على ما الشغل يكون مثلا فاضل فيها ريشه او اتنين على عمر الشغل واشتغل. يبقى قلنا ان احنا اول حاجه جهز المكان، مكان يكون كويس، ما يتخشوش هوا، طيارات هوا، ما يخشوش شتاء، ما يخشوش الشمس برضو ما تضربش فيه، يكون مكشوف للشمس، الشمس على طول يعني. ادي بالنسبه للحمام. من الحاجات المهمه قوي قلنا عليها ان انت ما تبداش بحمام غالي. يعني انا بنصح اخواتي اللي ما رباش يبدا بثلاث تجواز حمام زاجل. حمام الزاجل هو بيبقى حمام لونه رصاصي كده وفي خطين او في خطين في جناحه، او في ناس بتقول عليه جمعيه، اللي هو الزاجل الشعبي، او تبدا بحمام بلدي. ليه بقى؟ عشان هيقابلك امراض، هيقابلك حاجات، هتقابلك مشاكل، يبقى انت تتعلم في الحمام البلدي. معلش ما تروحش تجيب لي جوز حمام، الجوز ب 1000 جنيه ولا ب 2000 جنيه تتعلم فيهم، لا. انت تتعلم في الحمام البلدي الاول، لا فتره لا تقل عن 5 6 شهور على ما تبدا تتعلم وتعرف الحمام ونظامه ايه وبيرقد ازاي وبيطلع ازاي، وزغلول لو حصلت له مشكله حلها ازاي. وبتابع مع اخواتي على النت قنوات زي مثلا او زي غيري، الناس اللي هي عامله قنوات على النت بتابع معاها، بتابع سؤال طلعت عندي مشكله بصورها وببعتها له. يعني انا النهارده الفيديو ده عامله عشان الاخ اللي هو بعت لي وكتب لي قال لي الفيديو الجاي عايزينك تعمله على ابدا مشروع الحمام ازاي. يبقى احنا اول حاجه قلنا ان احنا بنبدا مشروع الحمام بانك تختار مكان كويس، بعد كده بتحط العشش بتاعتك، بعد كده بتختار نوع يكون، لو انت اول مره تربي بتختار نوع يكون مثلا زي البلدي او زي الحمام الزاجل، الانواع الشعبيه الرخيصه اللي الجوز بتاعها مثلا بيعمل 150 جنيه ولا حاجه بالكتير. ببدا انا اتابع الحمام وبحاول ان انا اديله شويه ادويه واديله العلاجات بتاعته وابدا اتعلم في الحمام. الناس اللي بتبدا يا جماعه بحمام غالي وهو ما عندوش معلومه وما عندوش فكره، والله العظيم بنسبه كبيره الحمام بيخسر معاه وما بيجيبش معاه. طيب من الحاجات المهمه في تربيه الحمام برضو يا جماعه اختيار نوع الحمام من حد يكون ثقه. اختيار الحمام من حد يكون ثقه، يعني انا ما اروحش مثلا اجيب
من حمام من تاجر مش عارف الذكر من نتايه، مش عارف الحمام ممكن يدي لك الست فلادي دول ذكوره، يدي لك مثلا 4 ذكوره وانتيتين يقعدوا يضربوا في بعض ويكسروا في بعض. لا، انت يا معلمي بتحاول ان انت تجيب حمام من حد موثوق منه، تجيب حمام من حد موثوق منه، حد جارك، حد معرفه. لما بتجيب من حد موثوق منه ان شاء الله مش هيضرك وهيديك حمام كويس. بستقبل الحمام ازاي؟ انا دلوقتي جبت الحمام وجبت مثلا الزغاليل اللي بتبدا تلقط، وابدا اجيب لها ايه؟ ابدا اجيب لها كلفه متوازنه. الناس اللي بتربي الحمام على نوع معين بس الحمام بنسبه كبيره ما بيظبطش معاهم. يعني حضرتك مثلا عندك مربي 3 اجواز حمام، ما تروحش تجيب لهم ذره بس او غله بس او حاجات. يعني انا مثلا الكلفه بتاعتي اهي، دي الكلفه بتاعتي منوعه، فيها ذره وفيها بسله وفيها فول وفيها ذره عويجه وفيها انا بحط علف من علف الفراخ بس بنسبه بسيطه. لازم الكلفه بتاعتك تكون منوعه. ماشي، عدينا موضوع الكلفه. في بقى غلط بيقع فيه اكتريه الناس اللي بتربي. ايه الخطا اللي بيقع فيه الناس اللي بتربي؟ ان انت بتسيب الاكل باستمرار قدام الحمام. انت حضرتك بتسيب الاكل باستمرار قدام الحمام. لا، ما تسيبش الاكل باستمرار قدام الحمام. حضرتك لما بتسيب الاكل قدام الحمام، الحمام بياكل، بعد كده بيقعد يعمل حمام عليه، بعد كده بيمسك ياكل الاكل اللي عليه الحمام، فبيجي له امراض واسهالات وقرف. لو حتى كده بيقعد يبحتر في الاكل ويبهدله ويبهدل لك الاكل. لا، انا دلوقتي يا باشا بحط الاكل وقت حوالي نص ساعه اللي الحمام بياكل فيه، بعد كده بشيل الاكل من قدام الحمام. يعني انا بحط الاكل حوالي نص ساعه، بعد كده بشيل الاكل من قدام الحمام. لما انا بشيل الاكل من قدام الحمام انا كده خلاص بديله بقى ان هو الحمام بيتعود على كده وبياخد الكميه بتاعته وبيتعود عليه. برضو انا كراجل بربي حمام بدي الحمام الاكل في وقت معين. افضل اكل ان انا بدي مثلا الساعه 8 الصبح والساعه 5 بعد العصر، دول افضل وقتين لاكل الحمام، ويبقى في الوقت الثابت، لان انت بتعود المعده بتاعه الحمام ان هو يهضم في الوقت ده. حضرتك لما بتدي الحمام في اوقات مختلفة، مرة تديله الصبح، مرة تديله الظهر، مرة تسيبه يوم، مرة تديله العصر، انت كده برضو بعدة الحمام بتتبهدل معاك. يبقى برضو من الحاجات اللي انت لسه مربي جديد لازم تعملها ان انت بتدي الحمام في فترات معينة طقتين في اليوم. طب الحمام بياكل قد ايه؟ الحمام بنسبة كبيرة بياكل 100 جرام في الطقة الواحدة. 100 جرام في الطقة الواحدة. انت حضرتك هتعايرها كده، يعني هتشوف الحمام لو ساب اكل عادي شيل الاكل ده وارميه تاني. اخواتنا بيقولوا عليها نقشة الاكل. يعني ايه نقشة الاكل؟ هو الحمام كل وشبع وزاد منه شويه اكل، فبحاول ان انا بحاول ان انا الاكل اللي انا اكلته اللي الحمام كله خلاص هو كله واستفاد منه شويه زياده، بحاول ان انا برميهم في الاكل تاني عادي. من الحاجات المهمه برضو اللي انا راجل بربي حمام وراجل مثلا عايز ابقى مربي ناجح، ان انا بجيب مطهر معوي للحمام. ما شربش الحمام ميه وخلاص. المطهر المعوي بنجيب فلاجين دواء شرب من الصيدليه البشري، بستقبل الزغاليل ديت لمده 3 ايام، بحط لهم الفلاجين ممكن 3 سم على لتر الميه واشرب منه الحمام. 3 سم على لتر الميه واشرب منه الحمام. ليه بقى؟ الفلاجين ده بيطهر لك امعاء الحمام وبيظبطها لك وبيخليها لك 100 100. برضه من الحاجات المهمة في تربية الحمام برضو بعد ما استقبلته بعد ما اديت له الفلاجين، ان انا برضو بدي الحمام في الفترة اللي هي فترة الشباب اللي انا بشببه عندي، بديله املاح معدنية وكالسيوم. بديله املاح معدنية وبديله كالسيوم. كلوا يا اولاد. انا عايزكم تظبطوا كده، ايه رأيكم؟ الحمام لما يتعود عليك هتيجي بص، انا الحمام عندي بص بياكل من ايدي ويطير عليا وبيتعامل معايا ما بخافش مني خالص. برضو قلنا زي ما قلت لحضراتكم لازم تديله فيتامينات واملاح معدنيه. انا بنصح بفيتاماون شراب بشري، ده كويس قوي الحمام. وعندك الاوكسيكيور بتديه برضو كالسيوم، بتديه للحمام برضو في الفتره اللي هي فتره الشباب. لما انت بتدي الحمام في فتره الشباب الحمام انت كده بتاسسه وبيظبط معاك 100 100. دلوقتي الحمد لله الحمام بدأ يشتغل معاك وبدأ يبيض معاك. ما تستعجلش على الحمام، ما تستعجلش. انت بتراقب، بتلاقي الذكر بيبدا يزوم والنتايه كانه كده، بتلاقي ذكر حام على نتايه وتجوزها، فبتبدا تعرف بقى بان الذكر عندك من النتايه خلاص الذكر ده خد النتايه دي والنتايه دي خدت الذكر دي، ففضل عندك نتايه ملهاش ذكر تجيب لها ذكر. يعني طلع عندك ذكرين مثلا بدل. من الغلطات اللي اخواتنا بيقعوا فيها اللي انت تسيب ذكرين
ايه ما لهمش نتايات. ليه بقى؟ لما بيبقى ذكر معهوش نتايه بيقعد يضرب في الحمام ويكسر لك البيض ويبهدل لك الدنيا. لا، يا تبيعه لو ما فيش امكانيه ان انت حضرتك ما فيش امكانيه ان حضرتك تجيب حمام تجيب يعني حمام تاني مثلا، تجيب ذكر او نتايه، بيع الحمام ده. لما انت بيع الحمام، بيع الذكر ده لحد ربنا ما يكرمك وخلاص. خلاص انت دلوقتي خدت وقت ال6 شهور وبقيت راجل 100 وبقيت راجل بتعرف تربي. خلاص بقى خش في النوع اللي انت عايزه. ممكن تجيب نوع غالي، وبرضه بنصح لما تجيب نوع غالي هات لك جوز او 2. برضه ما تروحش تجيب لك 5 6 جواز، هات لك جوز او 2. والبلد اللي انت ربيته او الزاج اللي انت ربيته ده ما ترميهوش او ما تبيعهوش، ما تستغناش عنه. ليه؟ هتستخدمه حاجه اسمها حضان. وبرضه انا بقى انزل لكم فيديو عن موضوع الحضان او تحضين الحمام الغالي تحت حمام رخيص شويه. يعني هتستفاد بيه قدام برضه، مش هترميه. الفيديو ده فيديو استقبال الحمام، وازاي ان انا بستقبل حمام، وازاي ان انا ابدا بدايه صح. بنصح اخواتي المبتدئين اللي لسه بربي ما تربيش كميه كبيره، ما تروحش تجيب 10 15 جوز، ما تربيش حمام غالي، ما تربيش حمام عجوز. بص الحاجات دي يا جماعه والله من اسباب فشل مشروع تربيه الحمام. من الحاجات اللي انا برضو لازم اقول لك عليها ولازم تبقى عارفها، ما تحاولش في الفترة الأولانية تبين حمامك لحد. يعني الناس لو فيهم واحد كويس فبيبقى فيهم 10 زي الطين. الجماعة اللي هم عينيهم شبه الكشافات بتاعت العربيات الكبيرة دول، الجماعة دول اللي مركزين يعني. الجماعة دول هيجيبوك الأرض. فيعني خليك في الخباثة كده، ما تقعدش تتفشخر بالحمام وتقول أنا مربي حمام وأنا عامل. خليك في في السكرت يعني. أي حاجة بتتحسد دلوقتي. فأنت ركز في موضوع إن أنت ما تبينش حمامك لحد وما تقولش لحد عليه. طيب عايز بقى ان انا دلوقتي طلع لي حمام وعايز افرخ من حمامي. الله ينور عليك، الحته دي النقطه دي كويسه. ما حاول ما جوزش 2 خوات طالعين في نفس العش لبعض. يعني انا دلوقتي مثلا طلع لي جوز، الجوز ده طلع الجوز دول بقوا شباب وهيتجوزوا، ما تجوزهمش لبعض. ليه؟ انت كده بتحاول الحمام برضو لما بتجوز الاخوات لبعضها بنسبه كبيره بيطلع عندك مشاكل. تلاقي بقى الزغاليل ضعيفه، الزغاليل فيها مشكله، الذكر ما مش عارف ايه. حاول. طب انا ما عنديش الا جوزين 3، بعمل ايه؟ حاول تتجوز ذكر من الجوز ده مع ذكر من الجوز الثاني، او ذكر من الوش الاولاني مع انتايه من الوش الثاني. ماشي معايا كده؟ يا اشرف انت اظن عمال تاكل يا اشرف ومروق. مستغل اللي انا بصور في الفيديو وشغال. اشرف ده انا مربيه على ايدي زغلول. بص بسم الله ما شاء الله. ايه رايك يا اشرف؟ حلو كده جامد. اهو بص اشرف ده من الحمام الثاني، وده تامر اللي طلع فوق. تامر. الحمام انا بتعامل معاه زي البني ادمين بالظبط، زي ما يكون واحد صاحبي او واحد قريبي. بسم الله ما شاء الله. الحمام بيحسسك بمتعه حلوه لما يطلع ياكل على ايدك ويطلع يتعامل معاك. الحمام دي نعمه من نعم ربنا علينا، حاجه كويسه والله. وحاجه انا بنصح اخواتي كلهم اللي ما بربوش حمام يحاولوا يربوا لو عندك مكان. وطائر نظيف يعني، ما بيعمل ريحه ولا بيعمل بتاع، بس انت نظف له بسرعه وحاول تروقه. مين هيطلع؟ مين عايز يطلع؟ تعال مين هيطلع؟ تعال يا واد. تعال انت كمان. زي ما قلت لكم ما تستعجلش على الحمام. الحمام بيطلع بعد 6 شهور بيبدأ يشتغل معاك. لو عدى فترة ال6 شهور ديت بس يا ابني ما تضربوش بعض يا ابني. بعد عدت فترة ال6 شهور ابدأ بص بقى، شوف الذكر عندك في انتايه، في مشكلة بتاع. حاول بقى تجيب تخلي كل ذكر ياخد نتايه معينة ويبدأ يشتغل وتوكل على الله. انا بنصح اخواتي جدا. بص انت عايزه تتصوري خلاص يعني؟ خلاص ظبطت معاك على الكاميرا يعني؟ مشكلة والله. راحت نطت على الصورة على طول. زي ما قلت لحضراتكم ما تستعجلش على الحمام. بالراحة عليه وشوف النوع اللي انت عايز تربيه، وحاول ان انت تركز في نوع معين، ما تربيش اكتر من نوع. يعني ممكن لو نوعين بالكتير، واعرف نفسك انت عايز تربي حمام للزينة او حمام للحم او حمام طيران او يعني ربي النوع ده، وحاول ربنا يكرمك ان شاء الله هتستفاد منه، وربنا هيكرمك احلى كرم. وان شاء الله باذن واحد احد. لو عجبكم الفيديو دوس لايك، ولو عايز تتعلم انا باكل الحمام على ايدي ويطلع عليا وبطير ازاي اكتب لي في التعليقات.
وبرضو اخواتنا اللي عايز يعرف الحمام، عايز يعني يسأل عن نوع معين او مرض معين او علاج معين، حاول تكتب لي. والله انا ببقى سعيد ان انا ببعت لكم الفيديوهات دي وبعملها. بحاول يعني انقل تجربتي لاخواتي، تجربتي البسيطه. الحمام انا بالنسبه لي يعني حاجه برفه فيها عن نفسي. بدل ما اروح اقعد على قهوه او اروح هنا ولا اروح هنا، الوقت الفاضي اللي انا فيه بعمل حاجه مفيده وحاجه انا حاببها، وبشوف بسم الله ما شاء الله تعبي ما بيروحش هدر يعني. الحمد لله ربنا بيرضيني من موضوع الحمام ده، ويعني بكسب منه، يعني عشان اقول لك والله بفضل الله بكسب منه. حضراتكم انتوا لو شفتوا تحت الحمام تحت عامل فرح تحت رجلي يعني احاول اصور له، اجيب لكم كده الحمام تحت رجلي عامل ازاي. بص بص الحمام الحمام تحت عامل فرح تحت رجلي مش كده. لو حد عجبه الفيديو ده وعايز ان انا انقل له يعني تجربتي في الحمام، عادي ما عنديش مشكله اعرفك. انا يعني تدريب الحمام حاجه سهله وحاجه مش متعبه يعني. وان شاء الله باذن واحد احد الايام اللي جايه ظبطت لك شويه حاجات حلوه. لو عجبك الفيديو ادعي لنا دعوه كويسه وحاول تشترك في القناه، ودعواتكم بالتوفيق والتسهيل ان شاء الله. اخوكم طاهر غاوي حمام، والسلام عليكم ورحمه الله. قول لهم السلام عليكم بقى، قول لهم السلام عليكم. انت عمال تنتش وخلاص. السلام عليكم.